كتيره بقى، ده احنا بنحط ميه من الترعه، واللي بيحط ميه مش عارف من المجاري، واللي بيحط ميه من الحنفيه. عايزك بس خليك معايا لحظه. الصانع بتاع العربيه الدبابه عامل الدليل ده مكتوب عليه ايه؟ دليل المالك والسائق. بصرف النظر ان انت ممكن تقول لي انا ما بفهمش منه حاجه، وانا برضو زي حالتك، بس انا بحاول اركز ايه فيه. هو كاتب كل حاجه، كاتب موضوع الزيت، كاتب موضوع الميه، كاتب موضوع كل حاجه بالنسبه للعربيه. هو اللي صنع العربيه، هو اللي كاتب، اللي صنع الموتور هو اللي عامل الكتيب ده، عشان يقول لك دي الارشادات بتاعته ايه، عشان تمشي على اللي هو كاتبه هنا. كاتب هنا ليه ليه احنا بنحافظ على الراداتير؟ هو كاتب كده ليه؟ ليه انا بحط في ليه بحط في الراداتير ده ميه مزيته ومبرده؟ ليه ما احطش؟ ليه هو ما قالش ليه تحط ميه عاديه؟ مش كده ولا ايه؟ ليه ما قالكش تحط ميه عاديه؟ ما قالكش تحط، يعني قال لك حط ميه عاديه؟ لا، هو قال لك حط ميه بمواصفات معينه عشان تحافظ على الطلمبه دي من جوه. هو ده اللي انا هوريه لك دلوقتي في الفيديو ده، تتفرج عليه كده. انا معاكم عزت المصري، تعالوا نشوف الفيديو ده انا هقول ايه، ونتفرج كده على الطلمبه، ونتفرج على الناس اللي جت شدت العربيه والكلام ده كله. يلا معايا، يلا معايا. بص بقى طلمبه الميه دي، بص الصدى اللي فيها، بص يعني، بص اتفرج كده، بص بص عامله ازاي. ده اهو ده بسبب ميه الحنفيه اهو الصدى. بص بص الطلمبه عامله ازاي. اهي دي ممكن تعمل، توصلك لعمرة موتور. موقف زي ده. اخواننا اللي هم كانوا جايين بالعربيه، جايينها شد يعني، على اساس ان الحمد لله ان هو الراجل خد باله ان الميه نزلت من الطلمبه. فوارد جدا ان ممكن اي حد ما ياخدش باله. على فكره ممكن تعمل معاه جوان والسلندر، العربيه تسخن، الموتور يسخن، يجيب جوان والسلندر. عشان كده كان مهم جدا وجود اللص عبد الله، هو بيركب لهم الحاجه بتاعه الطلمبه الجديده اللي جايبينها. جايبين طلمبه ياباني، تمام. وادي العربيه اهي قصاد منهم، اهي العربيه اهي، هي دي العربيه اللي في النص دي، تمام. حتى انا قلت لهم يعني يجيبوا ميه معتمده. المهم راحوا جابوا ميه رخيصه ب 200 جنيه. لسه مسعد جه عمل دورة غسيل للعربية، وراح منزل المية دي، فضل المية دي تاني. طبعا هما بقى قال لك خلاص هنجيب مية بعد كده ايه، نجيب المية المعتمدة. يعني عايزين مية مبردة ومزيتة، تزيت، ما تعمليش الصدى اللي انتوا شايفينه ده. المية دي لو مية معتمدة ما تعملش الصدى، لان عمر المية اللي هي المعتمدة تصدي، تعمل صدى كده. تخيل انت دي ترمبة المية وفيها صدى، امال الموتور جوه فيه ايه؟ امال يعني الموتور، غلاف الموتور جوه يبقى شكله عامل ازاي؟ عشان كده كان مهم جدا موضوع ميه الراداتير، بترحمك من عمرات وبترحمك من طقم الشمبر. شوف طقم الشمبر بكام والعمره بكام، وانت الميه بكام، وهتعمل معاك ايه. الصيف جاي، حاول لو الراداتير بتاعك وحش حاول تغير الراداتير عشان ممكن ينقذك من حاجات. طبعا شفت الفيديو مش كده؟ طيب عايزك تتخيل بقى لما تبقى الطلمبه بالمنظر ده، امال الموتور من جوه شكله عامل ازاي؟ طب والراداتير ده شكله عامل ازاي؟ والراداتير بقى من جوه، ما هو ده يعني موضوع التبريد ده مشكله. واحنا النهارده قلنا من اكتر من 90% ان عمرات المواتير بتيجي من لسعه حراره. سخنت العربيه، سخنت من ايه؟ ما هو لا راداتير لا ترومبه، تمام. وفي مشكله تانية والله، في حاجه تانية واحنا كنا اتكلمنا فيها زمان. ده ممكن الغطا الراداتير ده ممكن يعمل لك مشكله. الغطا بتاع الراداتير ده على فكره ممكن يعمل لك مشكله. الناس بتيجي تغير غطا الراداتير غير لما يبقى غطا الراداتير ايه، مش نافع وبقى حديد. فحديد بقى، الحديد فاكك من بعضه. فالنهارده اتفرج، هل الموتور من جوه بقى شكله عامل ازاي؟ لو انت ما عندكش ميه معتمده، ما عندكش الميه اللي المفروض تتحط في العربيه عشان تحافظ لك على الموتور من جوه، هتلاقي الموتور من جوه طبعا اذا كانت، بص الترومبه كانت عامله ازاي، والصدى والبارومه وكده، الموتور من جوه هيبقى عامل ازاي؟ وكلاء بارومه الراداتير. ده الناس بتيجي ممكن تقعد بالعشر سنين ما تغيرش راداتير، يقول لك انا عمال اسلك فيه. تسلك فيه ايه بس يا عم الحاج؟ هتسلك فيه ايه؟ ما خلاص، ما هو اتسد. ما هو في مهما نحط له راجل بتاع راداتيرات ميه نار، مهما نحط له حاجه، غير راداتيرك وارحم نفسك كتير. وعلى فكره الفتره الجايه دي، يعني طبعا الصيف جاي داخل عليك، فممكن يبقى في مشكله. يعني انت في الصيف يبقى في مشكله كبيره. شوف غير راداتير، شوف اطمن على طلمبه الميه، اطمن على دوره الميه، اطمن على القربه بتاعه الميه، اطمن على غطا الراداتير. كل الكلام ده كله اطمن عليه. احنا ما بقولكش حاجه، يعني ما بقولكش حاجه غلط، يعني عشان كل واحد يروح داخل يعلق تعليق
ان هو انت ولا ممكن ما يبقاش عندك عربيه، سيب بقى الناس اللي عندها عربيات، سيبها ان هي تستفيد. يعني انت واخد بال حضرتك، سيب الناس اللي هي عايزه تاخد معلومه، ما تسيبها تستفيد. طب المعلومه مش كده ولا ايه؟ اتمنى اللي يشوف الفيديو ده يشيره عشان الناس تبقى عارفه بس موضوع. لكن ميه الريداتير. لكن انت لو عايز ميه تسالنا على الميه، ما تسالني، ما انت عندك تليفونات. هو انت يعني التليفونات بعيده عنكم؟ انت لو دخلت على اي فيديو هتلاقي التليفون بتاعي موجود. كلمني على الواتس، كلمني على الخاص، كلمني على اي حاجه. عايز ميه، عندي مشكله، عندي اي حاجه، اي مشكله كلمني فيها. لو انت معاك عربيه دبابه من اول 90 لحد 2024. اشكركم على المتابعه. انا كنت معاكم عزت المصري، لكم التحيه والمصري الحب كله.